صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنخزن ورق العنب باسهل طريقه، والطريقه دي انا مجرباها بقالي سنين وما بغيرهاش. تعالوا بقى نشوف هنعمل ورق العنب ونخزنه من السنه للسنه ونطلعه زي الفل اخضر واكنه لسه طازه ولسه جايبينه ازاي. اول حاجه انا جبت ورق العنب زي ما انتم شايفين صابح وزي الفل كده وغسلته كويس، وبعد كده جبت ميه بتغلي على النار وحطيت عليها عصره ليمونه ومعلقه سكر. معلقه السكر وعصره ليمونه ده مواد حافظه طبيعيه عشان يعني يخلي لونه طول السنه نفس اللون الاخضر بتاعه. زي ما انتم شايفين كده انا هحافظ على درجه الغليان، يعني اول ما الميه بتغلي انا بوطي عليها وببتدي احط ورق العنب زي ما انتم شايفين كده. انا بس بوريكم واحده واحده، لكن انا بعد كده بحط كميه اكبر. بصوا احنا هنحطه في الميه المغليه، اول ما يغير لونه هنشيله من الميه المغليه على طول نحطه في ميه بتلج زي ما انتم شايفين كده. بصوا اول ما لونه يتغير، بصوا هحطه في الميه المتلج زي ما انتم شايفين كده. انا الميه اللي هي بتلج دي او الساعه انا بغيرها كذا مره. اهم حاجه ان الميه المتلج ما تبقاش دافيه، يعني اول ما نحس ان هي دافيه هنبتدي ان احنا نغيرها. والميه المغليه ما تبردش، يعني اول درجه الغليان هنبتدي نوطي عليها ونسيبها برضو على النار بس على اصغر عين، او نوطي عليها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا اطلعه من الميه المتلج او الميه الساقعه، وابتدي ان انا احطه في المصفى وانشفه كويس جدا. بصوا بقى هنا برضو هنا هغير الميه زي ما انتم شايفين. وقبل كده انا طلعته معاكم من الفريزر وابتديت ان انا الفه قدامكم ووريتكم ازاي لسه محتفظ بعد سنه باللون الاخضر بتاعه اللي زي الفل واكنه لسه جايباه طازه. وفي نفس الوقت لما بطلعه من الفريزر واسيبه يفك شويه كده ما بحطوش في ميه مغليه تاني، لاني انا لما بنزله في الميه اللي هي بتغلي دي واطلعه على طول هو ما بيلحقش يتسلق قوي، لكن بقيه السلق بتاعه بيتكمل في الفريزر طول ما احنا حاطينه زي ما انتم شايفين كده. يا دوب انا بحطه في الماء المغليه لونه يغير واطلعه على طول. وانا بتهيألي طلعته معاكم قبل كده وكان اخضر وزي الفل، رغم ان انا بحطه في الماء المغليه لكن هتشوفوا برضو بيطلع محتفظ بلون الخضار بتاعه واكنه لسه جاي دلوقتي، ما تخزنش ولا حاجه ولا اكنه اتسلق. بصوا بقى، بس هي مش سلقه سلقه، لا دي حاجه خفيفه جدا، يا دوب اغير اللون بتاعه زي ما شايفين كده. وهوريكم رصته ازاي عشان اتفادى ان هو يتكسر. ان شاء الله يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. بصوا زي ما انتم شايفين بقى، بصوا اللون اخضر وزي الفل. اول ما اللون يتغير هطلعه واحطه في الميه الساقعه او متلج. بصوا بقى لونه يا دوب اتغير بس. هنا بقى هوريكم بعد ما احطه في الميه الساقعه، بعد كده هحطه في المصفى وانشفه كويس جدا. لو اتكرمش مني انا ببتدي ان انا اعدل الورق في قلب الميه، وده بيبقى سهل جدا زي ما انتم شايفين كده علشان يبقى ملفوف. هنا بعد ما حطيته في المصفى هبتدي ان انا بقى عايزه ارطف العيدان بتاعه ديت، ودي ما بنرميهاش بنشيلها عشان بنحطها تحت ورق العنب، بتدي مزازه وطعم حلو قوي. هوريكم ازاي دلوقتي. زي ما انتم شايفين هرجع احطه في الميه اللي بتلج ديت، وبعد كده احطه في المصفى، يعني من الميه المغليه للميه المتلج للمصفى نشوفه كويس جدا. وهبتدي بقى ان انا احطه في الاكياس بتاعتي. هنا بقى بصوا ارطفتها ازاي وبحطها وبنشفها كويس جدا فوق بعض. لو عايزه اخليه بالعيدان مفيش مشاكل. وهبتدي بقى ان انا ارصه رصه كويسه جدا، ان انا اتفادى ان هو يتكسر. دايما بنشتكي من ورق العنب ان هو بيتكسر من الاطراف بالذات، لا بصوا انا بلفه ازاي، مش هعصره جامد، لا انا بلفه لفه بسيطه عشان اتجنب ان هو يتكسر. بالذات الورقيات ديت بتتكسر بسرعه، فبنحاول نخليها ممكن في درج لوحدها، او لو ما امكنش ما بنخليش فوقيها حاجه تقيله ان هي تكسر. زي ما انتم شايفين بقى بتجنب الكسر بتاعه بايه، ان انا الف الورقيات ديت او الورق بتاعه
اللي هو في الجزء الاخير ده. بصوا بلفه ازاي عشان ما يتكسرش. وبعمل الكيس على قد الوجبة بتاعتي. وتاني بقول لكم ان انا ما بسلقوش تاني، لا بطلعه يفك وخلاص. بصوا برضو بشيل العيدان ديت بحطها في الحلة اسفل الحلة، بتدي طعم حلو قوي ومزازة كمان لورق العنب. بصوا بقى زي ما انتم شايفين بعمل الكمية اللي انا عايزاها في قلب الكيس، وابتدي اشيلها. حتى لو انت عايزة انك انت تخليها مش ملفوفة كده مفيش مشاكل، بس تخلي بالك ان هو ما يتكسرش. بصي بقى، بس اللفة دي افضل طبعا واحسن، وانا مجرباها بقالي سنين. زي ما انتم شايفين بقى لونه، بصوا خطير ازاي. زي ما انتم شايفين بصوا بقى بنعمل على قد الكمية اللي احنا عايزينها او الوجبة اللي انا هستعملها. زي ما انتم شايفين كده عملت وخلصت الكمية، وما خدتش 10 دقايق، على طول كله على بعضه. ان شاء الله يعجبكم، سهل.